أكلمكم عن العادة السرية أو إمتاع النفس كما أحب أن أسميها. الناس لما يسمعوا كده يفتكروا أني هتكلم فورا عن الرجال. لا، السيدات برضو بيمارسوا إمتاع النفس أو العادة السرية، وهي لها فوائد ولها أضرار للرجال والسيدات. للسيدات العادة السرية أو إمتاع النفس لا تعني بالضرورة أن أنت بتدخلي حاجة في المهبل، مش شرط. هو أنت ممكن تعملي يعني بالأصابع إثارة للبذر، وفي الحالة دي نسميها أيضا عادة سرية. الميزة أنك بتعرفي جسمك بيحب إيه، فدي حاجة تعلميها بقى في المستقبل لجوزك. فما فيهاش حاجة أن أنت تعرفي إيه اللي بيساعدك في جسمك. غير كده انه العادة السرية لو واحدة جوزها مسافر او يعني جوزها متوفي وهي ما عندهاش علاقة مع حد، فيعني زواج بحد بعده او كده، فهتعمل ايه؟ يعني مضطرة تمتع نفسها بنفسها. في مزايا كتير للاستمناء عند السيدات. اولا بيزيل الضغط العصبي، بيعرفك جسمك محتاج ايه يمتعه. بيقلل فرصتك في الإصابة بالتهابات في المهبل، لأنه كل ما بتحسي بالنشوة ده بيغسل المهبل وبينظفه. أيضا لو أنت مش مبسوطة مع يعني العلاقة الجنسية مع جوزك، ممكن تشرحي له إزاي أنت بتعملي في الاستمناء وهو يساعدك بإيديه. كمان بيقولوا انه بيقلل الاصابه بامراض الجهاز المناعي زي البرد وزي الانفلونزا. بيحسن المناعه عندك، بيخليكي تنامي كويس، لان بعد ما تصلي للنشوه بتبقي يعني مسترخيه وعايزه تنامي. ايضا الاستمناء يقوي عضله الحوض، قاع الحوض عند المراه، وده بيساعدها على انها تمارس يعني الجنس بطريقه ممتعه اكتر مع جوزها. فالاستمناء او العاده السريه او امتاع النفس عند السيدات ما فيهاش حاجه، وفيها مزايا كويسه، هي مش حاجه سيئه، وكل السيدات ممكن يعملوها، ما فيهاش حاجه يعني.